السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكل أصدقاء القناة. زي ما عمل في السعودية أيام ما كان مدرب للوحدة السعودي، وتطاول على أحد الجماهير لفريق الوحدة. تطاول على أحد الجماهير لفريق الوحدة على تويتر. كل اللي حصل إن إدارة الوحدة السعودي قررت إن هي تمشيه، واكتفت بان هي تقيله من غير ما ياخد مستحقاته، وما قدرش يعمل حاجة. ليه؟ لان هو كان ساعتها هيتسجن. الكلام دوت طبعا للعالمي نيدو، اللي دخل من قيمة 4 أيام وعمل تويتة على تويتر على أسامة حسني، واتهمه ان هو تبع الإخوان. ورجع بعدها لما أسامة حسني رفع عليه قضية، عمل نفس اللي عمله في الاتحاد في الوحدة السعودي. ايه هو اللي عمله؟ حذف التويتة وقال الحساب متهكر. عمل كده برضو وبعت وقال تم استعادة الحساب بنجاح. طب ما تم استعادة الحساب بنجاح، حذفت التويتة ليه؟ يعني ازاي؟ إيه؟ انت الوحيد اللي بتسرق التويتر بتاعك، والحساب بتاعك هو اللي بيتسرق وبيرجع بيتاخد يتشتم بيه وبعدين بيرجع تاني. ده يدل على قمة في التدليس والكذب والتضليل. واحنا بقى بنقولها بالمصطلحات العامية كده: انت مش راجل، انت مش راجل. مادام وقفت وقلت حاجة كمل فيها، لكن ترجع في كلامك وعملت فيها عيشة وعملت فيها انك اتسرقت، ما ينفعش. نفس اللي حصل بالظبط في نادي الوحدة السعودي، وأقيل وما خدش مستحقاته. أقيل ولم يأخذ مستحقاته. دي كانت قدام ايه؟ قدام ان هو ما يتسجنش. طب يا ترى في مصر هيحصل كده؟ يا ترى القانون في مصر هيعاقبه؟ المجلس الأعلى للإعلام هيحاسبه؟ القناة اللي هو بيطلع فيها كل يوم هتحاسبه؟ القضاء هيحاسبه؟ الله أعلم، الله أعلم. شوية مش عارف أقول إيه. شوية أشخاص كده دخلوا الرياضة وهم ما عندهمش أي حاجة، ما عندهمش أي حاجة غير إن هو يعرف يشتم، إن هو يقفق يبقى قفاق، إن هو يدلس ويتكلم على أي حد بالباطل ويجيب في سيرة أي حد، بس في الآخر مفيش حساب لأي حد. علشان خاطر كده كل بيكمل في كل اللي هو بيعمله. أي حد بيكمل في أي حاجة هو بيعملها، مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد. في السعودية الموضوع ما خدش أكتر من يومين على ما أتذكر. يعني الموضوع في السعودية ما خدش أكتر من يومين. هنا في مصر هو ده النهاردة بقى اليوم الثالث، ما شفناش أي حد عمل أي حاجة. زي ما قلت، لا القناة ولا المجلس الأعلى للإعلام ولا القضاء ولا النيابة، بالرغم ان في تقديم بلاغ. الايام الجايه ان شاء الله هنشوف اللي هيحصل في الموضوع دوت، وربنا يا رب يهدي الجميع. مع الف سلامه.